فقط على الطريقة البدائية. اليوم غادي نصيدوا، اليوم غادي نتخليو على المعدات ديال الصيد وغادي نعتمدوا غير على المهارات ديالنا. اليوم الحصيلة كانت كبيرة ولكن في المقابل الإصابات كانت خطيرة. فاليوم غادي نتعرفوا على الأسرار ديال بلح البحر من الطريقة ديال الصيد ديالو والتنظيف وحتى الطبخ ديالو. فواش مستعدين تكتشفوا معنا الأسرار ديال عالم الصيد؟ واش لا فامي كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مرحبا بكم اليوم في فلوق جديد وتحدي جديد. كما شفتوا الخوت في البدايه ديال الفيديو، فراه اليوم غادي نصيدوا على فواكه البحر، وبالضبط الخوت غادي نركزوا على بلح البحر ولا بوزروق. هذا الاخير الخوت اللي ولا كيشهد واحد الثمن مرتفع، يعني ثمن كيلو واحد منقي كيقدر يوصل حتى ل 100 درهم 120 درهم الكيلو، وانتم عارفين الطلب عليه كثير خصوصا في فصل الصيف، يعني في هذا شهر 7 وشهر 8. فاليوم اخوت غادي ندخلوا غادي نصيدوا عليه فابور ان شاء الله. غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نجمعوه، والطريقه كيفاش غادي نسلقوه، والطريقه حتى كيفاش غادي نطيبوه. بالاضافه لذلك غادي نعطيكم واحد المعلومه مهمه بزاف على هذا البوزروق، غادي تهم الصحه ديالكم والصحه ديال الابناء ديالكم. المهم الخوت ما نطولش عليكم الفيديو، غادي نتوكلوا على الله دابا وغادي نمشيو نشوفوا الطريقه ديال كيفاش غادي نجمعوا هذا البوزروق ولا هذا بلح البحر من الصخر ان شاء الله. الصراحه الخوت بالي البحر طايح بزاف وعجبت الكومبينو الفيزيو وبط صيد الحوت. شوف البحر كيدير تبارك الله. شوف في هذه اللحظة هذه خديت واحد القرار، وهو انه قبل ما غادي نبدا الصيد على بوزروق قررت باش ندير واحد الدويره في البحر ونقلب على الاخطبوط، حيت هذا هو الموسم ديال الصيد ديالو. من بعد ما وجدت المعدات ديالي غادي تجي اللحظه الحاسمه اللي خاصني ندخل فيها الماء، واللي بصراحه هذه كانت هي اصعب لحظه غادي نعيشها اليوم، لان الماء كان بارد بزاف. فبما انه اليوم ما جبتش معايا البدله ديال الغوص اللي غادي تحميني من البرد، فغادي نعتمد غير على القدره ديال التحمل ديالي. فهنا غادي نحاول ما نفوتش الساعه ديال المكانه، لانه اقصى قدره ديال التحمل عندي للمياه البارده وهي 3 ديال السوايع. الطريقه اللي غادي نستخدموها اليوم في الصيد كتشبه بزاف للطريقه ديال القبائل الباجاو، حيت اليوم ما غاديش تكون عندنا شي معدات اللي متطوره، غادي نعتمدوا غير على ايدينا وعلى هذا الغانجو. وهنا غادي نصادف واحد المفاجاه واللي كانت عباره عن سمكه ديال الزعال اللي كانت حاصله في الداخل ديال هذه الحفره. والطريقه باش غنصيد هذه الحوته غادي تكون غريبه بزاف، حيت غادي نصيدها غير بهذا الغانجو، وفي الصراحه اول مره في حياتي غادي نصيد شي حوته بهذه الطريقه هذه. دابا هنا نجحت في الصيد ديال هذه الحوته، ولكن المشكل اللي بقى عندي هو انني ما عنديش الموس باش غنوجه ليها الطعنه القاتله. وهنا غادي تطيح علي واحد الفكره جهنميه، حيت انني غادي نصفيها ليها غير بهذا الغانجو هذا، وبطعنه واحده في الراس قدرت انني نسكتها الى الابد. ومن بعد لحظات قليله غادي نتصادف مع واحد الضيف غير متوقع، وهذا الضيف الاسم العلمي ديالو وهو فيليمار اورسيني. هذا الاخير كيتعتبر من الكائنات البحريه النادره، واللي الموطن الاصلي ديالها وهو البحر الابيض المتوسط. وهذا الكائن كيتغذى على اسفنج البحر وبعض الاعشاب البحريه. ومن بعد ما دازت تقريبا شي نص ساعه قررت باش غنختم هذه الغوصه وغندوز للمرحله الثانيه، واللي هي مرحله ديال الجمع ديال بلح البحر او ما يسمى بوزروق. وهذا المصيد اللي غادي نمشي ليه معروف بالبلح ديال البحر، وانا كنطلق عليه لقب ديال جنه بوزروق. هنا في هذه اللحظه غادي ندخل لواحد الحفار اللي كانوا عامرين بوزروق، ولكن كان كيواجهني واحد التحدي واللي هو درجه ديال الحراره. فهنا في هذه اللحظه بديت كنحس بالبرد، لان الجو كان بارد والماء حتى هو كان بارد بزاف. فانا كيخصني نستغل الفرصه ونجمع اكبر قدر ديال بلح البحر في اقل مده ممكنه. عندي دابا الساعه ديال المكانه خصني نجمع فيها الماكسيموم. هنا بالرغم من ان بوزروق موجود في هذه المنطقه، الا ان الصعوبه وهي في طريقه الاستخراج ديالو، لانه كيكون لاصق مزيان في الصخر وبصعوبه كبيره باش كنقدروا نقلعوه. اخوان قتلني البرد وحق الله، الله تقتلني البرد. عرفتي شي كدرعد.
خرجت بوريش اصاحبي، الماء بارد. واو واو. ترى الجنة ديال بوزروق هذا البلاصة حق الله. شو ومن بعد ما دازت تقريبا شي ساعتين وانا كنجمع في هاد بوزروق، حسيت بلي البرد دخل لي العظام ديالي، وانا غادي نقرر باش غنخرج نرتاح واحد شويه على ما نرجع الدفء ديالي ونرجع نكمل. ترى بزاف بارك الله، غنتبرعوا اليوم. وهنا من كثرة الصدمه ديالي من هذا الكم الهائل ديال بوزروق ما عرفتش واش غنبدا من اليمين ولا اليسار. المهم بديت كنجمع وقررت باش هذه غادا تكون هي اخر حفره غادي نجمع منها بوزروق. وفي اللحظه اللي كنت كنجمع فيها بوزروق غادي نتصادف مع واحد المجموعه ديال الاسماك الشخار اللي كانوا واحلين في هذه الحفره. في الاول قررت باش نصيدهم، ولكن صراحه بالي ما فيهم 100 كال، فقررت باش نخليهم يعيشوا. الجهد بدا كيتقالى عرفتي، صافي عرفتي البروده وصلت لي العظم، حتى ما بقيتش قادر نستحمل والله. وهنا من بعد ما جمعت الحصيله ديالي وساليت بات لي واحد الحفره كبيره، فقررت باش ننزل لها غير باش نستكشفها. ولكن هنا غادي نرتكب واحد الخطا، فهنا غادي نجي وغادي ننقز مباشره بلا ما نعرف شنو كاين لتحت. وهنا من بعد ما نقزت تصادمت الساق ديالي مباشره مع واحد الصخره وتعرضت لواحد الاصابه خطيره، ولولا لطف الله كنت غادي نقدر نتهرس. بالرغم من انني ما درتش ردة الفعل من بعد الاصابه، الا انني ما غادي نحس بالدقه حتى غنمشي للدار. وهنا قررت باش غنكتفي بهذا القدر وغادي نختم الرحله ديال الصيد. ودابا غادي نتوجهوا مباشره للمرحله الثانيه، وهي المرحله اللي غادي ننظفوا فيها هذا البلح البحر باش ندوزوا مباشره للمرحله ديال الطبخ ديالو. اخوان خرجنا الحمد لله. كما شفتوا ضربنا واحد الحصيله زوينه تبارك الله، ولكن راه خلصنا على واحد الضريبه. هاي الضريبه الخوت، شو الجرحه كي دايره. انا اخوت طحت واحد الحفره زلقت فيها وتكرت لي اللحم ديال رجلي كامل، زيد على واحد الضرب عاوتاني هنايا وواحد الحرقات هنايا. ها هما هاد الحرقات هادو ديال شقائق النعمان، واحد الربيعه مسمومه، الا مشات تقاستك كتشوط لك اللحم ديالك. المهم راه ضربنا واحد الحصيله واعره تبارك الله، بات لي القفه ثقيله. انا غنبارطاجي معكم داكشي الاول اللي صيدناه، مورا غادي نمشيو مباشره للسخر اللي رخوص وغادي نسلقوا هاد بوزروق وغنوريكم الطريقه ديال السليق ديالو. المهم اجيو نشوفوا بعدا هذاك الحصيله الاولى اللي جمعناها. هاي الخوت اول بياسه ضربناها هي هادي، هي تبارك الله زعاله. هادي ما ضربناها لا بفيزي لا والو، غير بالغانجو كيما شفتوا. كانت حاصله في واحد الغار ما عندهاش من غتخرج، صافي دخلت لها الغانجو بشويه بشويه وانا نضربها من هنا من الجنب. تبارك الله مليحه والله الا زوينه بالله. صافي اخويا هادشي اللي كاين وداكشي اللي بقى هو بلح البحر ولا بوزروق. المهم الخوت دابا غادي نمشي للجهه ديال السخان نقلب على شي بلاصه مكالميه وغادي نسلقوا هاد بوزروق كامل ان شاء الله، وغنوريكم الطريقه ديال المحترفين، يعني الناس ديال البيع والشراء كيفاش كيسلقوا هاد بوزروق هذا، حيت عنده واحد الطريقه خاصه. صافي ومن بعد غادي نطيبوا به شي وجبه اللي تكون رائعه. المهم خليكم معنا باش تشوفوا هاد لي زيطاب كاملين ان شاء الله. غادي نسلقوه بالماء ديال البحر الخوت. عرفتي زلقه وحده هنايا وغتسمع ثلاثه ديال الاسئله في ودنك. الصخر كي داير هنا مشى نقر. اصدقاء وجدنا الماء ديالنا، علينا دابا غير الفاخر. بسم الله. غنشعلوها في القاعد ديال البلاطو ديال البيض،
هذا راه بحالو بحال الجمر سبحان الله، كتشد فيه العافيه كتبقى شاعله. المهم الطريقه اللي قلت لكم فعاله باش غادي تسلقوه هو انه ما غاديش تعمروا البرمه بالماء، وانما غادي ديروا واحد شويه بحال ما هكا، ها غديروها الربع صافي. علاش؟ ملي كديروا الربع كيولي بوزروك كيتحل غير بالبخار، ما كيتحلش بالماء، حيت الا طلعتي المثل هنا مثلا وغرقتي بوزروك في الماء وتسلق، داك الماء كامل كيتخلوط بالرمله، وديك الرمله كتلصق في بوزروك. فلذلك الخوت ضروري ديروا غير شي شويه ديال الماء، ونحاولوا نسلقوا بوزروك غير بالبخار ديال الماء. اخوان بالنسبه للنصيحه اللي قلت لكم قبيله في البدايه ديال الفيديو، يعني على قبل بوزروق وعلى قبل العلاقه ديالو بالصحه ديالكم والصحه ديال الابناء ديالكم، هاد النصيحه الخوت وهي انه بوزروق خاصكم تعرفوا منين تشريوه، يعني البلاصه اللي غتشريو منها. علاش الخوت؟ حيت كاين شي مناطق دابا اللي البحوره ديالهم ملوتين، تلقى البحر تيكب فيه الواد الحار وغير منصوح به السباحه اصلا، عاد انت غادي تاكل منه. فهذاك البحر اللي ملوث اش كيديروا بعض الناس؟ كيمشيو يصيدوا منه بوزروق، كيكون فيه بوزروق مثلا كيمشيو يصيدوه. ما بغيتش نسمي الخوت شي بحر ولا شي منطقه باش ما يتخلق منه حتى واحد. المهم نتوما عينيكم ميزانكم، يعني البلاصه اللي ملوثه حاولوا ايفيتيو تاكلوا بوزروق، لان بوزروق اللي فيها كيكون عامر بالمعادن الثقيله بحال الزئبق والرصاص، وانتم عارفين الاضرار ديال المعادن الثقيله في الجسم، يعني تقدر تؤدي للخرف، الزهايمر، تقدر تؤدي لك فشل في الاعضاء الحيويه ديالك بحال الكلاوي والكبده. ان بوزروق الخوت شنو الغذاء ديالو؟ كيفلتري الماء. بوزروق كيتغذى غير من الماء، كيشد الماء وكيفلتري وكيتغذى على دوك العوالق اللي فيه، يعني كياخذ منه المعادن، كياخذ العوالق. اذا كان البحر ملوث راه غياكل التلوث، اذا كان البحر نقي راه غيكون بوزروق نقي. هذه هي القاعده اللي كنمشيو عليها. هادو راه تسلقوا دابا، بسم الله. ملي غادي نشتتهم هنايا باش يبردوا لانهم سخان بزاف. الله، هادوك هما غادي نخليهم يبردوا هنا، ودابا البارتيه الثانيه ها هي كتسلق، ومن موراها غادي نزيدوا البارتيات الاخرين. ملي غادي نساليو ان شاء الله غادي نقيو داكشي اللي غادي يقدنا حنا، وغادي نصايبوا به شي وجبه اللي تكون رائعه ان شاء الله. اخوان جمعنا هاد الكونتيتي هادي الحمد لله، باقي شي حاجه كتسلق. دابا عاد غنبداو نقيو ان شاء الله. طريقه التنظيف ديالو غنوريها لكم دابا، ماشي شي حاجه راه ساهله. كنشدوا الشقفه بحال ما هكا وكنحلوها، هي وكنجبدوا هاد اللحمه اللي الوسط، ومن بعد كنبداو نقيوها من الداخل. بحال دابا هادي فيها الربيعه كنحيدوها لها بحال ما هكا، فكتبقى عندنا بوزروقه بحال ما هكا شي كديره، فيها واحد الالوان يا سلام. دابا غير خصني نقي هادشي كامل، ومن موراها غنقي هادشي اللي بقى ليا. حرقتي هنا النص وباقي لي النص. قلت لكم هادشي فيه الخدمه، يعني راه باز لدوك الناس اللي كيترزقوا الله من هادشي. والله الا باز لهم. شو هادي تبارك الله قداش، خير تبارك الله. زغلاله الخوت، كيفاش كتنق. ببوشه هذه كنجبدوها كنحيدوا لها المراره ديالها، هي هذه عرفتكم واحد المراره خضراء، ضروري خصنا نحيدوها حيت كتجي مره. من بعد ما كملنا السلق والتنظيف ديال بلح البحر، دابا غادي ندوزو للمرحله الثالثه واللي هي المرحله ديال الطبخ. اخوان درنا واحد التغيير بسيط، وهو اننا انتقلنا من البحر الى البر. السبب الخوت هو انه طرا لي واحد البلان خايب، تقاد لي الفاخر اللي كنت كنسلق به بوزروق، ما بقاش عندي الفاخر اللي غادي نطيب به، زائد الماء حتى هو تقاد ليا، يعني ديت معايا غير قريعه ديال الماء وحده. ما ضربش هذا الحساب هذا ان غادي نحتاج الماء حيت كنصاد وعطشت بزاف. زائد الحاجه الثالثه وهي التعب الخوت، لانني فقت مع 5:30 ديال الصباح ومشيت شديت طريق البحر، تقريبا وصلت مع ديك 6 وبديت الصياده مع 6:30، كملت حتى ل 12 ما بين صافي، وبقات لي ساعتين يعني سلقت فيها بوزروق، غنكون كملت مع هذيك الجوج
وصلت للدار طحت كاوا الخوت، نعست شي ساعتين وزياده والله العظيم. وحنا جينا عاوتاني للطبيعه الخوت باش نصوروا لكم الكماله ديال الفيديو، لانني وعدتكم انني خاصني نطيب لكم الطاجين وخاصني نوفي بالوعد ديالي. المهم الخوت ما نطولش عليكم، دابا غادي نمشيو نشوفوا هاد الوجبه ديالنا كيفاش غادا تطلع وسط هاد البريه. اللهم بارك. شو ترى كاين غير الخلا والقيفار وانا. شو الخوت بركه ملكيه. شو المعدات ديال الطبخ هما كلهم هنايا. يا ربي ما نكونش نسيت شي حاجه. واحد النهار حتى هزيت الماطيريه ديالي جاي باغي نطيب هنا في الطبيعه وانا نسى زيت العود. واه على بلان كي داير. الفاخر سبحان الله كيعطي واحد البنه للطاجين. هذا الخوت جبت عاد الطاجين الكبير، داك الطاجين الصغير اللي كان عندي طاح ليا وتهرس السيمانه اللي فاتت، صافي بقى عندي هذا غادي نعديو به بما شرينا شي طواجين صغيرين ان شاء الله. الله يا سلام، عرفتي واحد المنظر هنا الخوت والله تا واعر بالله. اخوان اول مكون الاساسي ديالنا بوزروق. هذا خديت غير شي شويه من داكشي اللي صيدت، نقيته في الدار وجبته معايا. وتخيلوا معايا الخوت دابا بانني صيدت واحد الخنشه عامره ديال البوزروق، وعلى حساب يعني التجربه ديالي عبرتها بيدي غتكون تقريبا ما بين 10 حتى ل 15 كيلو. ملي مشيت سلقتها والله ما تخيلوا بالله. عرفتي شحال خرجت ليا؟ خرجت ليا تقريبا شي كيلو و100 غرام ديال البوزروق. يلا شوف من تقريبا من شي 13 كيلو نقولوا ولا شي 14 كيلو خرجت لينا عا كيلو، باش تعرف يعني ان باللي هاد البوزروق هذا راه فيه خدمه وتماره كثيره. والله العظيم الخوت الا كنحلف عليه كنقول هذه اخر مره غادي نصيدو، وولد الحرام حتى كتشهى كتنوض تصيدو سبحان الله العظيم. المهم نبداو نوجدوا الوصفه ديالنا. يا بسم الله. اخوان هذه هي العطريه ديالنا، هذه درت فيها الملحه وسكينجبير ودرت فيها الفلفله السودانيه وفيها اليازير وورقه سيدنا موسى. هاي تخليطه. دابا اللمسه الاخيره. يلا نشوفوا هاد العجب هذا كيفاش غادي يجي. غنرويوه بالماء باش يشد لينا الطياب. ودابا غنمشيو نحطوه يطيب على المهل فوق الفاخر. يا بسم الله. خوت واش لقيت؟ قرطاسه. والله حتى قرطاسه بالله. هذه ديال الصيد. دابا حيت هاد المنطقه معروفه بالصيد، كيجيو الصياده كيصيدوا الحجل وقنيه. شو كارتوشه كي دايره. الله الله تطاب بالله. بطاطا راه طابت. هاي شرب واحد شويك. غنوجدوا واحد الدكه ديال الاتاي بما طاب الطاجين. مكونات الخوت ديال الاتاي ها هما. عندنا اليازير، عندنا النعناع، عندنا فليو وشي عشبات اخرين ما عرف سميتهم. المهم كاين غير العشوب هنايا. بركه الله. يا بسم الله. نديرو هادشي كامل ان شاء الله. ها هو النعناع. البراد ديالنا ما غيكونش فيه اتاي حبوب، غيكون فيه غير العشوب. بركه. اخوان الطاجين ديالنا راه طاب. بركه. ترى الطاجين راه كيبربر وطويجين هو راه عاطيها من الريحه ديالو. شو تبارك الله. شو ماستر شيف. اجي دابا نذوقوا هذا العجب. هذا العجب اللي تعذبنا عليه النهار كامل. انا الخوت بصحتكم. بسم الله. بخاطر واحد عمتي انا. اخوان قسما بالله الا كتستحق العناء تبارك الله. والله الخوت ما كرهت نعرض عليكم وحق الله. ترى واخا نعبر لكم راه يعجز اللسان عن التعبير. والبنه يا صاحبي، البنه يا جدك، البنه يا جدك. شوف
واو برعني شو على منظر كي شو دخلنا عليكم بالله قولوا لي فين غادي تلقاو بحال هذا المنظر العجيب. شو السفوح ديال الجبال، شو واحد الفج. دابا هذا هو الواد، كيدوز الواد كتما غادي تال ما عرفت فين غادي، الله اعلم، ما عندوش شي حد، كيبقى دايز ما بين هاد الهضاب هادو سبحان الله العظيم. وانا جيت فوق من الواد كناكل طاجين ديال بوزروق وكنستمتع بهذا المنظر ديال الواد، الله يبارك. الله الحمد لله كملنا الخوت. طاجين طلع واعر صراحه، واخا درت كونتيتي قليله ديال بوزروق ولكن راه كليت فوق الطاقه ديالي، ما بغيتش نخليه شيط، واحد جا بنين واعر بزاف. كملنا بوه كامل. غنمشيو نشوفوا الدكه ديالنا فين وصلات، نضربوا شي دكيكه في هذا الصهد هذا. والله تتشحر بالله. اخوان هاي الدكه ديالنا وجدات. ما كاين ما احسن من انك تضرب دكه في هذا الصهد هذا، دكه طيبه على الصهد، لان كيقول لك ما كيقضي على الصهد غير الصهد. يا بسم الله. ترى دكه معشبه شو كيدير تبارك الله، فكاع العشوب اللي يقدروا يطيحوا لك على بالك. الله برعني كيقولوها فواس هادي، برعني ما كيضربوا اتاي كيقولوا برعني. فلفلي واعر. دابا راه واخا يبان لكم دابا اتاي سخون، كنشرب دابا اتاي انا في هاد الصهد هذا وفي هاد الحرنا، ولكن اتاي راه فيه النعناع وفيه الفليو، يعني هو راه كيدير لي الانتعاش للذات ديالي. اقراو عليه الله ما كنكذب عليكم، راه احسن حاجه في هاد الصهد هو تضرب اتاي ديال الفليو والنعناع، كيعطي واحد الانتعاشه وواحد البروده للذات ديالك، وكيطفي العطش. اهم حاجه. اتاي فاش كتبغي تشربو كيبغيك تجرشفو بحال هكا. هادي هي الشربه ديال اتاي، ما ديك الشربه ديال والو ما خداماش. يا سلام. اخوان سالينا الحمد لله. قبل ما نختموا الحلقه بغيت نوصي لكم واحد الوصايه. كاع الناس اللي غاديين يخرجوا مثلا للطبيعه يطيبوا غداهم في الغابه ولا في شي بلاصه فيها الشجار وسميتو، حضيوها الخوت مع العافيه. العافيه من تساليو ضروري تطفيوها وتاكدوا من انها طفات. واحسن حاجه تطفيوها تكبوا عليها الماء. واو الصاد كيدير، تكبوا عليها الماء طفيوها مزيان وتردموا عليها التراب، لان شنو طاري حد الان في العالم الخوت. عندك الحرائق كثيره، سواء دابا عندك الطاليان، فرنسا، اسبانيا، المغرب، الجزائر، امريكان، كاع الدول هادو كيعانوا دابا حاليا من الحرائق ديال الغابات. الله يسر وصافي. ما عرفناش الصراحه واش هادشي جاي من الصاد ولا جاي بفعل فاعل، الله اعلم. والخوت غادي نختموا الفيديو دابا. ما تنساوش عجبكم هذا الفلوق هذا ديروا لنا واحد لايك وديروا واحد الاشتراك للقناه باش يوصلكم جديد. خليو لي الاراء ديالكم في التعاليق بخصوص الفيديو. بغيتوا شي معلومه الخوت سولوني عليها في التعاليق، غادي نجاوبكم ان شاء الله. ونشوفكم مره اخرى في فيديو جديد وفي خرجه جديده ومغامره جديده. تهلاو.